البنك هو اليد الحنونة والقاتلة في نفس الوقت. ازاي نشأت البنوك وازاي تطورت لحد ما وصلت للاشكال والانواع اللي بنشوفها وبنتعامل معاها في وقتنا الحالي، وهي مصادر ارباح البنك، ازاي بيحقق كل هذه الارباح الكبيرة، وما هي انواع البنوك، وما هي وظيفة كل نوع، وليه في انواع كتير من البنوك، وهي الخدمات اللي بيقدمها كل بنك. انت في الموسوعة المالية، وفي الحلقة دي هنتعرف على كل الاشياء اللي ذكرناها واكتر، فخليك معانا. الموسوعة المالية هي موسوعة مرئية بتتناول كل ما يخص الأسواق المالية زي البورصات بأنواعها وشركات الأموال، والمؤسسات المالية زي البنوك وشركات التأمين، وكل ما يخص الأوراق المالية واستثماراتها، والرياضيات المالية المستخدمة في الحسابات المالية لأي مؤسسة مالية، وكمان كل ما يخص الاستثمار المالي بجميع أنواعه وتحقيق الثروات المالية، ولا ننسى الإدارات المالية والموضوعات المتشعبة والتحليل المالي. يعني باختصار كل ما يخص المال بداية من ربحه وإدارته إلى إنفاقه واستثماره. وكلنا ثقة في قدرتنا على تكوين ثقافة مالية ضخمة لتكوين واستمرار وتنمية حياتك المالية. والترحيب بمشاهدينا الكرام، وبكل الحب نعبر لكم عن مدى سرورنا وسعادتنا بانضمامكم لينا، على امل ان تسعدوا بصحبتنا. طبعا احنا كبشر ربنا من علينا بنعمة العقل، والعقل دايما هو اللي بيدفعنا اننا نتعلم ونعرف اكتر، وكمان بيولد عندنا الاحتياج للمعرفة والتعلم، والاحتياج ده بيكون عندك الفضول، والفضول ده بيكون قاتل اذا لم تعرف اصل الحكاية. زمان كانت الناس بتعيش في مجتمعات صغيرة ومستقلة ذاتيا، يعني كانوا بيعتمدوا في حياتهم على الاكتفاء الذاتي، يعني انهم كانوا بيعتمدوا على منتجاتهم ومحاصيلهم اللي بينتجوها بايديهم، لحد ما احتياجات الناس دي بدأت تتزايد وتتخطى موضوع الاكتفاء الذاتي ده. ولكن في الوقت ده كان التعامل التجاري معدوم بالمرة، وما كانش فيه وسائل تسهل على الناس انها تستفيد باي منتجات او محاصيل مجتمع تاني، او انهم ما كانوش يعرفوا موضوع التجارة ده من اصله. ولكن مع وجود شيء من التطور والتنوع في المحاصيل وبعض منتجات الحرف البسيطة، بدأت الناس تطور من تفكيرها برضه، وبدأوا يفكروا انهم يتبادلوا المنافع والخدمات مع مجتمعات تانية. يعني كان كل واحد بيعرض السلع المتاحة عنده او الزايدة عن حاجته في مقابل انه يحصل على سلعة تانية هو محتاج لها. والنظام ده عرف باسم نظام المقايضة هارتر، وده كان أقدم نظام تجاري تعاملت به العصور القديمة. وطبقا لنظام المقايضة، لو فرضنا ان عم صابر كان محتاج انه يشتري شوية قمح مثلا، فبمجرد انه محتاج للسلعة ده مش كفاية انه يحصل عليها، لكن هو محتاج حاجات تانية. اولا انه يلاقي عم امين اللي يكون عنده القمح ده، وطبعا لازم يكون عم امين عنده استعداد انه يستبدل القمح بارز مثلا. هتقول لي ولازم طبعا يكون عند عم صابر الارز عشان تتم عملية المقايضة. هقول لك مظبوط. طيب هنفرض ان عم صابر مش عنده الارز اللي عايزه عم امين، بس عنده ذرة. الحالة دي هيضطر عم صابر انه يدور على عم عبد الوهاب اللي عنده الارز وعايز يستبدله بذرة. وطبعا انت كده عرفت الباقي. عم صابر هياخد الارز من عم عبد الوهاب مقابل الذرة، ويروح لعم امين عشان يديله الارز وياخد منه القمح اللي هو محتاجه. طبعا هيروح يلاقي اولاده ماتوا من الجوع. واحب اقول لك ان المشكله ما وقفتش لحد كده، استنى عليا شويه. مش لازم يكون السلعتين بنفس الجوده والقيمه والكميه عشان تكون عمليه المقايضه عادله، وان محدش فيهم يطلع مظلوم. فعلا ده كان كلام الناس وقتها. غير بقى عن العيوب التانية اللي ما كانش ليها اي حل نهائي، زي مثلا لو واحد عايز يستبدل معدة او حاجة لا يمكن تجزئتها بسلعة زي القمح او الارز مثلا اللي هي اساسا متجزأة. هنا مش هنعرف الآلة دي بتساوي قد ايه من القمح او الذرة، يعني مفيش معيار للقيمة. فعلا نظام المقايضة كانت عيوبه كتيرة وكبيرة قوي، وده لان السلعة هي اساس التبادل، وما كانش فيه وسيط للقيمة، وما كانش فيه حاجة ستاندر نقدر نعرف بيها قيمة السلع. وده اللي خلى الناس تبدأ تفكر في وضع وسيط بين السلع يكون معيار لتحديد قيمة السلع، بعد ما أدركوا أن نظام المقايضة عاجز تماما عن تلبية احتياجاتهم التجارية. فوصلوا إلى أنهم يحددوا سلعة معينة وتكون متوفرة عند معظم البلدان، ودي اللي هيحددوا بيها قيمة أي سلعة، وسموا السلع دي بالنقود المحاسبية. ولكن بدأت كل بلد انها تحدد نقود محاسبية خاصة بيها، فمنهم من استخدم الأحجار الكريمة والحرير وناب الفيل والجلود والسلع اللي بتمثل قيمة كبيرة عند كل بلد على حسب كل بلد. وبالفعل نجحت هذه السلع في التغلب على عيوب نظام المقايضة، وبدأت الناس والمجتمعات ترتبط فيما بينها وتوسع من عملية التجارة الخاصة بها، مستخدمين في ذلك النقود المحاسبية. ولكن ظهرت برضو عيوب للسلع دي مع زيادة الأنشطة والتوسعات التجارية بين البلدان.
لان السلع دي اللي هي النقود المحاسبيه كان بيصعب نقلها وتخزينها، وكمان كان صعب تقسيمها الى وحدات اقل في القيمه. ومن هنا وضعوا ايديهم على المشكله وبداوا يفكروا في استبدال السلع دي بحاجات تانية ما يكونش فيها المشاكل بتاعه السلع الكبيره دي اللي هم استخدموها نقود محاسبيه، لحد ما وصلوا الى المعادن. استخدموا الحديد والنحاس والبرونز ومعادن تانية، ومن معدن لمعدن الى ان وصلوا الى اغلى المعادن فعلا الذهب. استخدام الذهب كان نقلة كبيرة أو تطوير الأنشطة التجارية، وأدى استخدام الذهب كنقود محاسبية إلى توسيع نطاق التجارة بين البلدان ومجتمعات كتيرة، وده لأن الذهب تغلب على كل المشاكل اللي كانت موجودة في الأنظمة القديمة، وكمان لأن قيمته عالية وثابتة، واستمر استخدام الذهب كعملة للتبادل لعصور وفترات طويلة جدا، حتى إن هناك بعض البلدان بتستخدم الذهب كعملة رسمية حتى الآن. وأطلق لفظ الصيرفة على العاملين في تصنيع النقود الذهبية. أما بالنسبة للأدوات اللي كانوا بيستخدموها في صناعة النقود فكانت أدوات بسيطة جدا، وكان منها حاجة اسمها الطاولة، ودي اللي كانوا بيضعوا عليها النقود الذهبية المصنوعة، والتي سميت بعد ذلك باسم بانكو في الإيطالية، وتطور الاسم بعد ذلك ليصبح بانك. فتتحول هذه الطاولة إلى قلاع مالية ومؤسسات اقتصادية تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، وركيزة من ركائز النمو المالي والاقتصادي لأي دولة بل وللعالم أجمع. عرفنا ان الذهب كان افضل معدن تم توقيع الاختيار عليه كنقود للتعامل التجاري بين الناس. في الحقيقه ان الذهب فعلا اثبت كفاءته في العصور دي، وبدات التجاره تزيد بين الناس والبلاد، وبدات تاخد اشكال كتير، واصبحت الانشطه الاقتصاديه في تزايد مستمر. في الوقت ده تحديدا ظهر مفهوم الاثرياء ومن يمتلكون اموالا باهظه، وتجمعت الثروات في ايدي معظم الناس من التجار والامراء والشرفاء، لكن الاموال دي كانت عبء كبير على اصحابها، ان في الوقت ده تفشت السرقه قطاع الطرق، واصبح المال مطمع لكل الناس. ولكن اصحاب الثروات فكروا ازاي يحموا ويحافظوا على اموالهم من السرقه والاغتصاب، الا انهم كانوا بيتعرضوا برضه للسرقه، لان الاماكن اللي كانوا بيحفظوا فيها اموالهم لم تكن تتمتع بالحمايه الكافيه، وكمان تعرض قوافلهم التجاريه للخطر الكبير من قطاع الطرق اثناء السفر للتجاره، وده خلاهم يفكروا في حفظ وتخزين اموالهم في اماكن تتمتع بالامان والحمايه الكافيه لحفظ اموالهم. وطبعا لم يجدوا امن من الاماكن اللي بيتم تصنيع المال فيها، يعني عند الصيارفه. وبالفعل بدأ أصحاب الأموال والثروات في تخزين أموالهم عند الصيارفة مقابل أجر مادي على هذه الخدمة. لكن الصيارفة كان عندهم قلق كبير قوي من تخزين الأموال دي عندهم. بصراحة كان عندهم حق، لأن الأموال دي كانت بتتزايد يوم بعد يوم، وأصبحت هذه الأموال تمثل عبء كبير قوي على الصيارفة. لكن الصيارفة بصراحة كان عندهم دماغ وبيفكروا، ولاحظوا أن أصحاب الأموال دي ما كانوش بيحتاجوا ولا بيطلبوا كل أموالهم، وأن الأموال اللي بيسحبوها على مدار السنة تمثل نسبة بسيطة جدا من أموالهم لا تتعدى 10%. ومع مرور الوقت تكونت عند الصيارفة معرفة تامة عن احتياجات ومتطلبات الأغنياء وأصحاب الأموال من الودائع بتاعتهم على مدار السنة، وعرفوا أن نسب استغلال أصحاب الودائع للأموال بتاعتهم نسبة بسيطة جدا، فقرروا أنهم يستفيدوا بباقي الودائع المكدسة عندهم، والتي تمثل أكثر من 90% من الودائع. وبعد تفكير طويل ودراسة وتخطيط قرروا أنهم يعرضوا أموال هذه الودائع المخزنة على الناس على أن يقوموا بسدادها خلال مدة معينة مقابل زيادة محسوبة ومحددة. بالفعل بدأت الناس تستجيب لعروض الصيارفة، وانتشرت فكرة الاقتراض من الصيارفة. وطبعا الصيارفة بصوا لقوا أنهم بيحصلوا على أموال من الهواء دون أن يقوموا بأي عمل على الإطلاق، فقط مجرد احتفاظ بودائع الناس وتأمينها، وده خلى الصيارفة يقرروا أنهم يتوسعوا في هذا النشاط. بالفعل بدأوا في بناء مكان مخصص لهذا النشاط، وأطلقوا عليه اسم بانك، وذلك نسبة إلى الطاولة اللي كانوا بيستخدموها في صناعة الأموال، واللي كان اسمها بانكو بالإيطالية. وزادت شهرة الصيارفة في هذا المجال. مع مرور الوقت أصبح لدى الصيارفة خبرة كبيرة أوي في إدارة المال، حتى أنهم كانوا بيعتبروا أن سحب هذه الودائع بالنسبة لهم مصيبة كبيرة وكارثة مالية، لأن في الوقت ده كان كل أنشطة البنك عبارة عن أنه بيستقبل الودائع من الناس ويقوم بإقراضها لناس تانية. وطبيعي جدا لو أن أي حد من المودعين يحتاج أمواله للتجارة أو للشراء هيروح على طول للبنك ويسحب أمواله، وقلنا أن دي كانت مشكلة كبيرة بتواجه الصيارفة. لكن زي ما قلت قبل كده ان الصيارفة كان عندهم عقول واعية وبيفكروا كويس قوي، وادركوا ان سر نجاحهم هو ان الودائع تفضل في البنك لاطول فترة ممكنة عشان يقدروا يستغلوها في عمليات الاقراض وتحقيق الارباح. وبالفعل استطاع الصيارفة انهم يقنعوا اصحاب الودائع في ان البنك هو الوكيل والنائب عنهم في التصرفات المالية،
وان صاحب الوديعه اذا قرر انه يشتري حاجه فما عليه الا انه يقوم بتحرير خطاب او امر كتابي للبنك بسداد ثمن الشراء لهذا الدائن، وان صاحب الوديعه ليس في حاجه ان يذهب للبنك ويقوم بسحب الاموال لشراء متطلبات. وعرفت هذه الخدمه بامن الدافع، حيث ان بهذه الطريقه يقوم البنك بحمايه العميل من مخاطر حمل الاموال ونقلها من مكان لمكان وتعرضه للاعتداء من الغير. وبكده استطاع الصيارفه اقناع العملاء واصحاب الاموال بالخدمات اللي ممكن يقدمها لهم البنك، ومن ضمنها خدمه البنك نوتة. ايوه البنك نوتة، وهي عباره عن شهاده مكتوبه من البنك بمبلغ معين يحق لحامل هذه النوتة ان يصرف قيمتها من البنك ما تشاء، واللي عرفت بعد كده باسم بنك نوت، واللي كان اصلها بنك نوتة. وبدأ الناس يستخدموها في معاملاتهم على انها عمله نقديه، الا انها تمثل تعهد بنكي بدافع مبلغ معين. واستطاع البنك تطوير خدماته للعملاء حتى يتمكن من تحقيق أقصى استفادة من أموال المودعين، ومن خدمة إلى خدمة إلى أن أصبح البنك هو المحرك والمسيطر الرئيسي على معظم أموال الناس. ونتيجة للتسهيلات الكبيرة والمتعددة اللي كان بيقدمها البنك للناس، جعل معظم الناس تتجه إلى التعاملات مع البنوك، وده طبعا أدى إلى توسعات كبيرة في أنشطة البنوك، خاصة عمليات الإقراض، والتي لجأ إليها معظم الناس من التجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات والمصانع والمؤسسات والمنشآت بجميع أنواعها. حتى المؤسسات الحكومية لم تسلم من الاقتراض من البنوك، وتحولت البنوك من مجرد مكان لحفظ الأموال إلى مؤسسات مالية عملاقة تمثل شرايين الاقتصاد العالمي والمحور التنموي الرئيسي لأي تقدم مالي واقتصادي لأي دولة. وهنا أقدر أقول لك إن أول بنك تم إنشاؤه كان في عام 1472 يوم 4 مارس في مدينة سيينا الإيطالية، وعرف باسم BMPS، وهو اختصار لبانكا مونتي دي باتشي سيينا. ولا يزال هذا البنك موجود حتى الآن، ويحتل المركز الرابع كأكبر بنك تجاري في إيطاليا.